كفتة الرز وجمالها ان شاء الله. النهارده هنشوف الطريقة الاصلية لكفتة الرز، مش هتفك منك وهتطلع معاكي ناجحة ان شاء الله من اول مرة لو مشيتي على المقادير بالظبط. وكمان هنخزنها مع بعض في الفريزر باذن الله. وان شاء الله في فيديو تاني هنطبخها مع بعض، لما اجي اطبخها هصورها لكم الصلصة بتاعتها. بس يلا بينا، لو اول مرة تشوفوني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الوصفات اللي احنا بنعملها مع بعض. ويلا بينا نشوف المقادير. معايا هنا كيلو من اللحمة المفرومة، عليهم كيلو الا ربع من دقيق الرز، وبصلاية متوسطة مش كبيرة، مش بكتر البصل عشان المية، نص راس توم، وحزمة من الشبت، وحزمة من البقدونس، ونص حزمة من الكزبرة، معايا البهارات عبارة عن ملح وكزبرة وفلفل اسود وكمون. ما بحطش البهارات دلوقتي خالص. هنا بقى حطيت دي الرز على كيلو اللحمه وخلطتهم كده بايدي. بعد كده جبت عندي الكبه، انا استخدمت هنا الكبه مش الخلاط، الكبه هتستحمل شويه في الفرن غير الخلاط. حطيت هنا شويه من اللحمه المفرومه ودقيق الرز مع بعض، شويه صغيرين كده، وهحط عليهم شويه من الخضره والبصل والثوم. انا بحاول احط شويه شويه عشان الكبه بتاعتي تمشي وما تتحرقش معايا، دي اسهل الطرق. بس طبعا عشان خاطر الكبه معاكي تمشي معاكي لازم تضيفي ربع كوبايه ميه في كل دور، عشان خاطر الكبه بتاعتك تمشي وتبقى الخليط معاكي ناعم ان شاء الله، مش هتفك معاكي. بس انت ما تزوديش ميه، يعني انت ربع كوبايه بس. يعني شوف انا هحط قد ايه. الاول خالص انا جربت من غير ميه، ما مشيتش معايا اصلا ومش هتمشي. مشيت شويه كده بس لا، لقيتها ان هي بطلت ان هي تمشي، فرحت قلت لا، انا هزودها شويه من الميه. وفعلا زودتها بتاع ربع كوبايه، نفس فكره عجينه الطعميه. عجينه الطعميه في ناس ما بتزودهاش ميه وهي بتضربها في الكبه على اساس ان هي هتفك منيها، لكن لا، زوديها شويه صغيرين، ممكن اقل من ربع كوبايه كمان. تمام. هنا بقى زودت الربع كوبايه اهو عشان خاطر الكبه بتاعتي تمشي. اهو بدأت تمشي معايا. انا هنا هفرم اللحمه دي على وشين، على مرتين. يعني هفرم الدور ده وهروح اكبه في طبق، هوريكم دلوقتي قدامكم. شايفين بدأت تمشي ازاي؟ اول ما حطيت ربع كوبايه الميه، ما تخافوش يا جماعه، الميه مش هتفكها معاكم خالص، هي بس عشان الكبه بتاعتك ما تتحرقش او الخلاط عموما ما يتحرقش. لازم تعملي الخطوه دي، لازم تضيفي ميه. تمام. بس كده، كده اتضربت شويه. بنزل كده اللي في الجناب عشان خاطر اللي فوق يجي تحت واللي تحت يجي فوق، عشان كله يضرب بنفس الضربة بتاعتنا. اهو بضرب تاني اهو. طبعا الكمية كلها بنعملها بنفس الطريقة، بناخد شوية شوية، مش بنحط الكمية كلها مرة واحدة. كل الكمية بنعملها بنفس الطريقة دي. هي بس عايزة صبر شوية وتطلع معاكي حلوة جدا. بس كده ضربتها اهو. انا مش هكتفي كده بالضربة دي، لا، هنزلها دلوقتي في طبق وهاخد منيها شويه شويه واضربهم، عشان لما بتاخدي شويه صغيرين بينعموا جدا معاكي. انا ده اللي المطلوب اللي انا هعمله معاكم. كده فضيت الكميه كلها معايا في الطبق، واهو هاخد بقى شويه صغيرين بشويه صغيرين. يعني الشويه دول هاخدهم على مرتين. هي نعمت وكل حاجه، بس انا بحب اكد عليها ان هي تبقى ناعمه جدا، عشان مش بحب كفته الرز تبقى خشنه معايا، لا انا بحبها ناعمه. بس كده. هنا بقى في المرحله دي ما بتزوديش ميه ولا اي حاجه، هي بتتضرب بكل سهوله. شايفين؟ عشان حطيت شويه صغيرين فراحت اتضربت بكل سهوله معايا وكانت ناعمه جدا. طبعا انا محضره صينيه كبيره جدا عشان احط فيها العجينه بتاعتي. كل ما بضرب شويه وخلاص كده ضربتهم كويس، بروح مفضيها في الصينيه بتاعتي. بس كده الدور ده ناعم جدا اهو.
شايفين ناعمة ازاي. برضو هناخد شوية التانيين بنفس الطريقة اللي انا عملتها، بس زي ما قلت لكم اوعى تضيفوا مية في المرحلة دي. احنا بنضيف مية بس في اول مرحلة خالص وهي لسه خشنة، عشان خاطر تمشي معاكي الكبة. طول ما هي ناعمة كده الكبة اصلا هتمشي بكل سهولة معاكي. شايفين؟ وكمان كل ما يكون نوع الكبة كويس معاكي ونضيف، هتلاقي العجينة بتاعتك يعني كويسة واستحمل، والكبة كمان استحملت معاكي، عشان انت مش بتفرمي على مرة، بتفرمي على مرة واتنين وتبقى كذا مرحلة، ما بتفرميش كله مرة واحدة يعني. شايفين؟ بقت طرية جدا جدا. هنا بقى خلصت الكمية كلها بنفس الطريقة دي. بعد كده هبتدي ادخل بقى العجين كله، الكفتة بتاعتي كلها في بعض كده، عشان كله يبقى واخد نفس كمية الخضرة ونفس كمية البصل وكل حاجة. بعد كده طبعا محضرة في بولة صغيرة البهارات بتاعتي، اللي هو ملح وكمون وفلفل وكزبرة. وابتديت احط شوية شوية واظبط، طبعا هظبط الملح بتاعها، لازم تظبطي ملحها كويس قوي. بحط شوية بهارات واروح عجنة كده. شايفين العجينة سلسة ازاي معايا، طرية وما فيهاش اي حاجة خشنة خالص، عشان انا ضربتها على مرتين. يعني انتي لو ضربتيها على مرة وحسيتيها ان هي خشنة، لا ضيفي اضربيها، خدي شوية شوية واضربيها مرة تاني، هتطلع معاكي ناعمة جدا بالطريقة دي. جربوها بنفس المقادير المظبوطة دي، وان شاء الله هتنجح معاكم. وهنا بقى زودت ملح زي ما قلت لكم، ملحتها كويس قوي. بعد كده جبت صينية عندي ودهنتها زيت، جبت بولة حطيت فيها شوية زيت، وبعد كده دهنت ايدي دهنت ايدي عشان خاطر اصبع، عشان طبعا العجينة بتلزق، فلازم تدهني ايدك شوية زيت عشان خاطر تخلصي تصبيع العجينة. انت بقى براحتك خالص، ممكن تعمليها صوابع كده، وممكن تعمليها كور صغيرة زي كفتة داود باشا، براحتك خالص. تمام. انا هنا حبيت ان انا اعملها صوابع، كفتة الرز بحب اعملها صوابع، مش كور. هكور الكمية كلها بنفس الطريقة دي. انا في الفيديو ده مش هنطبخها مع بعض في صلصة، هنا بس هحمرها معاكم، وكمان هفرزها في اكياس في الفريزر. بس في فيديو تاني ان شاء الله لما اجي اطبخها هصور لكم، برضو هوريكم الصلصة بتاعتها تبقى جميلة ازاي جدا. كل ما تحسي ان هي بدأت تلزق تاني في ايدك بتعوزي ايدك زيت، وبتخلصي الكمية كلها كده. انا خلصت هنا الصينية، وقلت هوريكم هقلي اول دورين كده معاكم. هنا زيت، حطيت زيت واستنيت عليه لغاية لما يسخن على النار. وهرص الكفتة زي ما حضراتكم شايفين، طبعا بتحمر بسرعة جدا. خلي النار وسط، مش عالية خالص عشان متتحرقش منكم، ولا واطية خالص، يعني خلوا النار وسط. شايفين اهو، برص بقى الكمية كلها على حسب ما الطاسة تاخد عندك. انا الطاسة كانت كبيرة هنا شوية، فاخدت معايا كمية كبيرة في الدور الواحد. وما تخافيش مش هتلزق منك ولا حاجة. شايفين شكلها اصلا وهي ني كده، شكلها حلو قوي. طبعا دي وصفة الطفولة، كانوا يعملوها بقى واحنا صغيرين، وكنا نسرقها من وراهم كده بعد ما يحمروها وناكلها. حلوة جدا جدا وهي محمرة كمان. الاطفال والكبار كل الناس بتحبها، سواء كبير او صغير. وصفة جميلة جدا جدا، بتفكرنا كده بأيام زمان. شايفين حمرت بسرعة ازاي، وشكلها جميل جدا. طبعا الإضاءة ظالمة اللون، لونها كان جميل، بس الإضاءة يعني مغمقاه، لكن لونها كان حلو قوي. هنا كانت احمرت خلاص، هطلعها بقى في صينية عندي، او على اي حاجة. هي كده مش هتشرب زيت معاكي، صفيها كويس كده، ان شاء الله مش هتشرب زيت معاكي. طلعيها على مناديل وهي هتتصفى بإذن الله. شايفين شكلها حلو جدا. هنا بقى هحط الدور التاني برضو على طول بنفس الطريقة. طبعا بتخلصي الكمية كلها بنفس الطريقة دي. انا كنت بخلص الدورين، يعني بخلص الصينية واروح اصبع تاني امليها،
واجي اكمل، يعني ممكن وانا على ما تحمر دي اكون صبعت شويه تاني كده يعني. طبعا ريحتها كانت جميله جدا وهي بتتقلي، كانت ريحتها قلب الشقه كلها، كانت ريحتها حلوه بجد. وكان طعمها كمان بعد ما حمرت كده كان طعمها حلو خالص، وكمان لما بتتحط في صلصه تبقى طعمها احلى واحلى، مع رز بقى بشعريه كده بيبقى الحكايه حلوه قوي. هنا كانت احمرت خلاص. طبعا انا مسرعه الفيديو، هي ما بتاخدش وقت خالص على النار. الفكره كلها في الخطوات او الضرب بتاع المكونات في الاول بس، لكن بعد كده سهل. ادي الكميه كلها بتاعتي، شايفين صينيه كبيره، طبعا هي الكاميرا مبينه هي صغيره بس هي لا كبيره. شايفين الكفتايه ولا فكه ولا اي حاجه ولا مشققه معايا، وشكلها حلو جدا ومن جوه كمان جميله، وبألف هنا وشفا. شايفين؟ جربوها ان شاء الله وقولوا رأيكم في التعليقات لما تجربوها. هنا بقى جبت اكياس تلاجة وهحط فيها الكمية على حسب ما انت عايزة في المرة الواحدة. انا طبعا ضفت كمية كبيرة جدا، يعني على حسب المرة عندي. تمام، هكيس بقى الكمية كلها بنفس الطريقة دي. انت على حسب عدد افراد اسرتك بتضيفي في الكيس، يعني لو 2 هتضيفي اقل من كده، لو 3 4 براحتك بقى خالص. شايفين شكلها وهي لسه ما حطيتش في الصلصه اصلا، يعني شكلها حلو قوي، كان ريحتها حلوه وكان طعمها كده كمان كان حلو يعني. عملت معايا 4 اكياس كبار تلاجة بطريقه سهله خالص. شايفين شكلها جميل جدا. ان شاء الله جربوها وتعجبكم، قولوا رايكم في التعليقات، وقولوا له انتوا بتعملوها ازاي، بنفس المقادير كده ولا في حاجه زياده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو.